السمك البلطي من غير ما تقليه وتخلصي الزيت عليه ولا تغلبي نفسك وتشويه بأجمل وألذ تتبيلة تقدري تعمليها. ومش بس هنوفر في الزيت وطريقة صحية بنسبة 100%. يلا بينا نشوف الطريقة اللي مفيش أسهل منها على اليوتيوب من مطبخ ياسمين جنيد. أول حاجة زي ما عودنا المشاهدين هنسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. معايا هنا كيلو من السمك البلط، ولو حابة تعرفي السمك صابح ولا لأ هتعرفيها من بطن السمك. هتدوس على بطنها لقيتيها طرية تعرفي ان السمكة دي ليها مدة كتيرة كده خارج المية. لان بصراحة السمك ده لما بنجيبه ما بيبقى الصابح، بتبقى نسبة الفضلات اللي جوه السمكة بتاكل في بطن السمكة من جوه، وتيجي تفتحيها تلاقي قلبها مهري من جوه. وغير كده كمان بتغير في طعمها. اهم حاجة نتأكد ان بطن السمكة ما تكونش طرية عشان تعرف انها كده صبحة. ولو لقيت ببطن السمكة من جوه الغشاء لونه اسود كده ما نقلقش خالص، ده دليل ان السمكة بتاعتنا صبحة وطازة. وهتفتحي السمكة من ظهرها زي السمك السنجار. غسلته غسلة كويسة من بالليل واديت له رشة من الملح وعصير ليمونة كامل. نحضر بقى التتبيلة اللي مفيش اسهل منها. معايا هنا بشر حبيتين من الطماط، ومعلقة من الهريسة الحارة، لو ما عندكيش تقدري تستبدليها بالفلفل الحامي المفروم، ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس، فرمت معاهم كمان قرن شطة بلدي أخضر وعصير ليمونة كامل. هضيف كمان معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون، والسمك طبعا ما بيحلاش غير بالكمون. هضيف كمان معلقتين كبار من الصلص. وقمة التوفير بقى لما تعمليها بطريقة ياسمين، واللي أفضل من ده كله إنك هتحفظيها خارج التلاج، وطول ما انت ما فتحتيش البرطمان قبل كده هيفضل خارج التلاج أكتر من سنة. نزلت بمعلقتين كبار من الصلصة، وأهم حاجة بعد ما تفتحي البرطمان تحفظيها بقى في التلاجة وتغطي وشها بالزيت. فرصة بقى تجيبيها وتخزنيها وهي الطماطم رخيصة ومالية السوق بالمعلقة بقى، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. والريحة بقى في الوقت ده اللهم بارك خطيرة. فاضل بقى آخر حاجة واللي هتدي معانا اللون الحلو اللي شفتوه في أول الفيديو. هضيف 4 معالق كبار من الزيت. في الوقت ده بقى وقبل ما أحضر التتبيلة أنا كنت غسلت السمك مرة كمان وصفيته في المصف، ودلوقتي هو جاهز علشان أوزع عليه التتبيل. وكمية التتبيلة اللي حضرناها مع بعض تقدري طبعا تزودي أو تقللي حسب كمية السمك اللي هتستخدميها. ولو الكمية هتكون قد اللي قدامكوا دي فالكمية دي مناسبة جدا. لو هتعملي بقى كمية السمك أكتر من كده فهتزودي في التتبيل. بإيديا بقى واخد كمية مناسبة وادهن بطن السمكة كلها، وبقفلها وادهنها كمان من الظهر، بغلفها كلها بالتتبيل. عايزة أقول لكم بقى إن في الوقت ده الريحة ما تتوصفش، ريحتها جميلة جدا. وممكن بنفس الطريقة ونفس التتبيلة دي بقى تستخدميها مع السمك المكاريل، بس أنا بقى بصراحة بخليه يتغلف من بره بالدقيق، وبدخله ياخد وش كده الأول في الفرن قبل ما بضيفله التتبيل. وعملته قبل كده معاكم على اليوتيوب، وناس كتيرة أخدت الوصفة ومعتمداها وبتعملها باستمرار. وبركن بقى باقي كمية التتبيلة اللي اتبقت مني عشان لسه هنحتاجها بعد كده. ممكن بقى الخطوة اللي عملناها مع بعض دي تكون من بدري شوية، وتسيب السمك بقى في التتبيلة القمر دي، وكل ما قعد فيها مدة زيادة كل ما طعمه كان أجمل. هركن بقى السمك على جنب ونحضر بقى للخطوة اللي بعد كده. هنحضر الصينية اللي هنساوي فيها السمك. معايا بصلة حجمها وسط قطعتها الجوانح رقيقة، وقرن شطة بلدي مقطعاه قطع صغيرة تقدري تستبدليهم بالفلفل الألوان، وجزرة حجمها وسط مقطعاها مكعبات صغيرة تقدري تبشريها بالمبشرة، بس أهم حاجة تكوني مرققة القطع، تكون عاملاها كده رقيقة علشان تستوي أسرع. وهنزل بقى بباقي كمية التتبيلة اللي اتبقت من السمك دي بقى اللي هتطعم الخضار وفي نفس الوقت هتاخد من طعم السمك. وفايدة الخضار اللي حضرناه ده بقى بينزل مية وبيساعد السمك انه يستوي. هضيف له بقى معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الصلصة. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو بمجرد ما نستخدمها هنغطي وشها بالزيت ونحفظها بباب التلاج.
بشوف ناس كتيرة بقى بتضيف مع الخضار شرايح من البطاطس، بس أنا بصراحة ما بحبش البطاطس تاخد من طعم السمك، لأن كمية الخضار اللي بنضيفها دي في الأول أو في الآخر علشان تساعد السمك إن يستوي مش أكتر، لأن أثناء السمك ما بيستوي انت ما بتلاقيش أي حاجة من الخضار اللي قدامك ده، بيبدأ ينشف خالص على ما السمك بتاعنا يستوي. في الوقت ده بقى التقليب بالمعلقة مش هينفع خالص، هركن المعلقة وهدعك التتبيلة مع الخضار كويس لما الخضار يتشرب من التتبيل. بعد كده بقى بفردهم كلهم كده في قاع الصينية، وهتزودي في كمية الخضار لو كمية السمك هتبقى أكبر من كده. لو موظفة بقى هتبقي غاسلة السمك من بالليل وهتقوم الصبح تحضري نفس الخطوات دي، ويبقى على التسوية بس. وكل ما قعد في التتبيلة أكتر كل ما طعمه كان أجمل. ولو لسه متابعين سمعونا الصلاة على الحبيب ودعوة حلوة من القلب إن ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. احنا بقى لحد دلوقتي ما استخدمناش غير 4 معالق من الزيت بس، وهي دي كل الكمية اللي هنستخدمها في وصفة النهاردة، يعني توفير وصحية بنسبة 100%. أنا بقى كنت عاملة حسابي في الخلطة ومبقيلها كده حوالي معلقتين كبار، علشان بعد ما ارص السمك في الصينية اوزعها بقى كده كويس كده، انا هضمن بقى ان السمكة مش هتتحرك من مكانها تاني، والتتبيلة اللي انا هضيفها هتفضل ثابتة عليها. علشان كده كنت مبقيلها كده حوالي معلقتين كبار بايديا كده بقى، واظبط التتبيلة كلها كده عليها كويس. والتتبيلة بتاعت النهاردة مفيش اسهل منها. في الوقت ده بقى كنت مولعة الفرن يسخن على درجة حرارة عالية، واول ما ادخل الصينية هديت النار. فانا هسويه في فرن الغاز، لو هسويه في فرن البوتاجاز هيبقى على درجة حرارة 200 على الرف التاني من تحت. واول ما القاعدة تبدأ تستوي وتاخد لون تفتحي لها الشواية، بس تاخدي بالك علشان لونه ما يغمقش. وفايدة الخضار بقى معانا اللي بنضيفه في قاع الصينية تحت السمك ده مش بيدي طعم بس، بصراحة بيخلي السمك ما يلزقش في الصينية. يعني السمك ده لو من غير الخضار هيبقى لازق في قاع الصينية حتى لو غلفت ظهرها بالدقيق. والسمك البلطي غير السمك المكاريل، يعني السمك المكاريل هتيجي تخرجها من الصينية هتخرج بكل سهولة، إنما السمك البلطي بيبقى بكل حذر لأن قوامه مش زي السمك المكاريل، وعلى قد ما بيبقى خارج ناشف كده من الفرن بيبقى طري برضو شوية. أنا بقولكوا كده للأمانة لأنكوا هتجربوه وهتعرفوه، بس بصراحة طعمه كان في منتهى الجمال، وغير كده كمان خفيف على المعد. ومحدش يسألني بقى عن كمية الخضار اللي كانت في قاع الصينية، ما تبقاش منها حاجة خالص، نشفت كلها أثناء التسوية. ودي نتيجته بقى يا أجمل متابعين في الدنيا، وريحته جايبة آخر الشارع من بره. أتمنى بقى تجربوه بنفس الطريقة جنب الليمون بقى والشطة الخضرا بألف هنا. حاجة بقى جديدة في شكلها ومش كده وبس، وجديدة في طعمها كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناة من على اليوتيوب. ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي ياسمين جنيد، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. سلام يا أجمل متابعين.